على غير ما عرفه الجمهور، نور الشريف هذه المرة صاحب كرامات وتنبؤات في مسلسل خلف الله، مسلسل تدور أحداثه في الصعيد وتحضر فيه الممثلة الأردنية سبا مبارك، تأكيدا على أنها رقم صعب في الدراما المصرية. وصلنا إلى موقع تصوير خلف الله، المسلسل الرمضاني الذي يجمع نور الشريف مع النجمة الأردنية سبا مبارك. دعونا نلقي نظرة في الداخل لنعرف ماذا يجري خلف الكواليس. لاحظنا أن حضرتك في السنوات الأخيرة تسلك نهج درامي محدد، عرف البحر وقبل ذلك عدة أعمال ما أستطيع أن أقول أنها بنفس الرتم، ولكن في يعني نوع ما تشابه في الشخصيات. لماذا ذلك أو لما ذلك؟ لا، هو مستحيل يكون في تشابه. يعني عرف البحر مستحيل يكون محمد أبو دياب في الرحايا، مستحيل يكون ما تخافوش. لكن أنا فعلا السنوات الأخيرة بقى شغلني التكوين النفسي للبني آدم. وديك دقت لدغة واحدة وسمها سرح في قلبي. يعني خلف الله مش 12 ساعة، عم نصور 18 ساعة وعم نصور اوفر نايت، عم نشتغل من بالليل لتاني يوم الظهر، ومتعب بس المسلسل الحمد لله ناس عم بتشوفه وحاببته. يعني العمل الذي يخرجه حسني صالح يناقش قضايا الأشخاص المعالجين من الأسحار بالرقية الشرعية والمعالجين بالقرآن الكريم. والله في القصب لازم يتشوي وهو حي. أعتقد أول ما هيكون في عمل يحاكي واقع اللي احنا موجودين فيه، هيبقى عالم من الدراما المكتملة، البعض فيها هزلي والبعض فيها يمكن يضحك من كثرة جديته. أنا اللي قتلتهم كلهم، دوختني وراك. يعرض العمل على قنوات عدة وتتسم حلقاته بالإثارة نتيجة موضوعه ومضمونه الجديد. ماجد الفاسي، العربية.